رجل يقود سيارة فيظهر له جني، فنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. حياكم الله وبياكم. شاركوا هذا المقطع على أوسع نطاق. استوقفني هذا المقطع أيها الإخوة الكرام بسؤالين: هل يمكن للإنسان أن يرى صورة الجني بصورته الحقيقية؟ اتفق العلماء أنه لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له ولا يحق له أن يرى الشيطان أو أن يرى الجنية بصورته الحقيقية، مع الرغم من ذلك أن يمكن للشيطان أن يتمثل أو الجني يمكن أن يتمثل بالإنسان ويمكن أن يتمثل بالحيوان، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أيها الإخوة الكرام، إن عالم الجن مثل عالم الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإخفاء رؤية الإنسان للجني لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى لكي لا يشعر الإنسان بالخوف والذعر. كيف أحمي نفسي من رؤية الجني؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء. بداية أيها الإخوة الكرام، يجب عليك أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الشيطان. عليك أن تعتمد على الأذكار، ببعد الله سبحانه وتعالى أن تعتمد على الأذكار، فإنها تقيك من الجان وتقيك من الشياطين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفائدة قد وصلت على أسماعكم. شاركوا هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله.